الفيلم يبدأ مع الشاب هوغو اللي حكموا عليه في قضية ضرب شخص وجرحه في وجهه، وقرار المحكمة كان بالحبس لهوغو، ولكن لأنه هذه أول مرة يتحاكم فيها خفوا عليه الحكم ودفع هوغو كفالة وخرج من المحكمة. ونروحوا لبابي، شابة تقرأ في الثانوية وتكون من عائلة غنية ومن الأوائل في المدرسة. ولما شافها هوغو وهي في طريقها للمدرسة أعجب بها من أول نظرة، ولكنها شافته شاب منحرف واحتقرته وتجاهلت الحديث معه. وصلت بابي للمدرسة ونشوفوا الأستاذة صارمة مع التلاميذ في التعامل، واختارت مجموعة من التلاميذ باش يترجموا درس معين، ومن بين البنات اللي اختارتهم كاتينا صاحبة بابي. ونشوفوا بابي تبعث لصاحبتها في الأجوبة عن طريق الهاتف باش تعرف تجاوب على الأسئلة، ولكن الأستاذة عرفت أنهم يغشوا واتصلت من تليفون كاتينا على الرقم اللي يبعث في الأجوبة، ورن تليفون بابي، وعرفوا التلاميذ أنه بابي هي اللي تغش في كاتينا. ونشوفوا بابي وهي في موقف محرج واعتذرت منها كاتينا على المشكلة اللي حطتها فيها. وفي الليل نشوفوا هوغو راح للمكان اللي يقابل فيه صحابه المشاغبين وشارك في مسابقة غير قانونية مع صاحبه، ويكون إنسان همجي وما تهمه حتى حاجة. ونروحوا لبابي لما جهزت نفسها لحفلة عيد ميلاد وحدة صاحبتها، وراحت هي وأختها الصغيرة. في نفس الوقت وصل هوغو وصحابه للحفلة من غير دعوة، وفسدوا الحفلة وعملوا فوضى في المكان وسرقوا نقود من حقائب الناس الموجودين في القاعة. ولما شاف هوغو بابي راح يحكي معها، لكنها ما اهتمتش به واحتقرته. ولما شافهم حبيب بابي عيط على هوغو وطلب منه يبعد عليها، ولكن هوغو تجاهله وكأنه ماهوش موجود، وبدأ يتكلم بأسلوب وقح مع بابي اللي صبت كوب العصير على وجهه وعمت الفوضى في المكان. وتجمعوا أصحاب هوغو وضربوا الناس اللي في الحفلة. ونشوفوا هوغو هز بابي وقفز بها في المسبح، ولما عرف أن الشرطة في طريقهم لقاعة الحفلات هرب هو وصحابه. وبعدها ركبت بابي مع حبيبها في السيارة ووصلها للمنزل، ولكن في طريقهم لقاو هوغو وصحابه وراهم وهجموا عليهم وبداو يكسروا في السيارة. وضرب هوغو حبيب بابي بسبب أنه اتصل بالشرطة أثناء الحفلة. ولما حاولت بابي تدافع على حبيبها هرب وخلاها وحدها وسط الطريق، واضطرت بابي ترجع للمنزل مع هوغو فوق الدراجة تاعو. ولما وصلوا للمنزل شافتهم أم بابي وعيطت على بنتها وقالت لها ممنوع تتعاملي مع الشباب الهمجيين مثل هوغو. ولما شافته أخت بابي قالت لها أنه شاب مشهور وكل البنات معجبين به، وقالت لبابي أنها راح تكون محظوظة لو ارتبطت به في يوم من الأيام. وقالت لها أنه الناس يلقبوه بحرف آش لأنه يحاول ينسى الماضي تاعو واسمه الحقيقي. وفي اليوم اللي بعدها لما كانت بابي في المدرسة شافت هوغو يستنى فيها أمام باب المدرسة، وتكون كاتينا صاحبة بابي مرتبطة بصديق هوغو اللي طلب منها يتغداو مع بعض، ولكن بابي اعترضت على هذا الشيء وللأسف ما قدرتش تمنع صاحبتها من الذهاب معه. ونعرفوا بعدها أنه علاقة هوغو بالعائلة تاعو سيئة جدا، وأمه ما تكونش عايشة معاهم. وتفكر هوغو الماضي تاعو لما كان إنسان محترم ومختلف عن الشخصية الحالية، وكان مجتهد في الدراسة وشغله، وعلاقته بعائلته كانت جيدة. ومرة تشاجر هوغو مع حبيب أمه اللي كانت تخون زوجها معه، واللي يكون نفس الشخص اللي رفع قضية على هوغو في المحكمة. ومن هذاك اليوم تغيرت حياة هوغو كليا وأصبح شخص همجي. ونروحوا لكاتينا لما قالت لبابي أنها راح تخرج مع حبيبها ويروحوا المكان راح يعملوا فيه مسابقة دراجات، وطلبت من بابي أنها تكذب على أم كاتينا وتقول لها أنه بنتها بايتها في منزل بابي. ولما وصل الليل اتصلت أم كاتينا ببابي باش تطمن على بنتها، وطبعا بابي كذبت عليها وقالت لها أنه كاتي نايمة. وبعدها حاولت بابي تتصل بكاتي ولكنها ما ردتش عليها، واضطرت بابي تروح للمكان اللي فيه المسابقة. ولما وصلت شافها هوغو وصحابه، وقالت بابي صاحبتها أنه أمها اتصلت وسألت عليها ولازم كاتينا ترجع معها للمنزل بسرعة ويتجنبوا المشاكل. وهنا بدأ هوغو يستفز في بابي حتى قررت تتحداهم وتشارك في المسابقة، ولكنها ما ركبتش ورا هوغو في الدراجة تاعو، وركبت ورا متسابق آخر كمحاولة منها باش تغيظ هوغو. وأثناء السباق طاح متسابق من فوق الدراجة تاعو، وهنا طلبت بابي من المتسابق اللي راكبه معاه يوقف، ونزلت تطمن على المتسابق اللي طاح في الأرض. وفجأة وصلت الشرطة وتم القبض على كل الشباب الموجودين في المسابقة، ولكن قدر هوغو يهرب هو وبابي في آخر لحظة. وللأسف صورة بابي تحطت في الجريدة في تقرير عن المسابقات غير القانونية، وراح هوغو بالصورة لغرفة بابي ودخل الخلسة وعلق الصورة في السقف بدون علمها. ولما شافت بابي الصورة ضحكت وحست أنه حياتها لأول مرة ما فيهاش ملل وأصبحت فيها حماس.
وحبت الوضع الجديد وبدأت تعجب بهوغو. ومن هذاك اليوم أصبح الاثنين يخرجوا مع بعض بزاف، ومرات يحضروا حفلات رقص مع بعض. وحكى لها هوغو على الماضي تاعو وعن حبيب أمه اللي ضربه، وأنه هوغو ترك المنزل بعد ما عرف أنه أمه تخون في باباه مع جارهم، لكن ما قال حتى لواحد من عائلته على سر أمه. ولهذا السبب أصبح هوغو ما يثيقش في حتى إنسان من حوله، ويتصرف بطريقة همجية دايما. وتأثرت بابي بالقصة وحضنت هوغو باش تخليه يهدى، وتعلقت به أكثر. ونشوفوا بابي تروح معاه للأماكن اللي كانت تكرهها من قبل، مثل المسابقات الغير قانونية. ومرة شافتها أمها وهي راجعة للمنزل في وقت متأخر، وتكون شافت صورة بابي في الجريدة، وحذرتها من التعامل مع أشخاص مثل هوغو. ولما رفضت بابي كلامها ضربتها أمها بكف في وجهها، وتصدمت بابي من معاملة أمها لها، ودخلت لغرفتها بدون ما قالت حتى كلمة. وبعدها طلبت أم بابي من زوجها أنه يروح لهوغو ويطلب منه يبعد على بنتهم. ولما اتصل هوغو ببابي عرف أنها تعاقبت بسبب عودتها للمنزل في وقت متأخر، ولكنها طلبت منه يقابلها في الغد بعد المدرسة. وفي اليوم الموالي حكات بابي لكاتينا على آخر الأخبار في علاقتها مع هوغو، وتكون كاتينا فرحانة بها. وبعدها وصل هوغو بالدراجة وركبت بابي وراه، والأستاذة تشوف فيهم من بعيد. ومرة تشاجرت بابي مع حبيبة هوغو القديمة، وتغير أسلوب بابي، وأصبحت حتى هي همجية كما هوغو، وتتصرف بشخصيته. وهنا راح أب بابي المنزل هوغو، وخرجوا وراحوا مع بعض للبار باش يحكيوا، ولكنه تراجع عن قراره بخصوص بابي لما عرف أنه هوغو يحب بنته بصدق، وأنها تخليه إنسان أفضل. ولكن الأم تكون مش موافقة على ارتباط بنتها بشاب متبرد مثل هوغو. ولما رجع هوغو للمنزل لقى أخوه الكبير يستنى فيه، واللي بدا يعيط عليه وطلب منه يركز في شغله. لكن هوغو تشاجر معاه وقال له أنه ماهوش مستعد يعيش حياته كما حياة أخوه الكبير المملة. وبعدها راحت أم بابي للمدرسة بعد ما وصلها استدعاء ولي أمر، والسبب انخفاض مستوى بابي الدراسي، وبسبب أنه بابي كذبت على الأستاذة وغابت عن المدرسة يوم كامل بحجة أنها كانت مريضة. وخرجت مع هوغو وركبت معه في الدراجة. رجعت الأم للمنزل هي وبنتها، وحبستها ومنعتها من الخروج، وحتى منعتها من التواصل مع أي واحد من صحابها. ومع ذلك راح هوغو لمنزل بابي ودخل من النافذة للغرفة تاعها وخرجها معاه. ولما عرف هوغو أن الأستاذة تاعها هي اللي تسببت في هذا المشكل، راح عندها للمدرسة وحذرها من التدخل في شؤون بابي، ولضمان معاملتها مع بابي بشكل أحسن سرق الكلب تاع الأستاذة. ومرة قالت بابي لباباها أنها حابة تخرج مع كاتينا، لكن أمها عاقبتها وحبستها في المنزل. وقرر باباها يسمح لها تخرج لأنه معارض القرارات زوجته. وشكرت باباها وخرجت مع هوغو. ولما شافها معاه من النافذة فرح لأنه بنته فرحانة. وفي اليوم الموالي عزمت بابي هوغو للمنزل تاعها، وتفاجأت أنه أصحابه معاه وآثاروا الفوضى في المكان. وتعصبت بابي وطردتهم من المنزل، خاصة أنهم سرقوا خاتم ماماها الذهبي. وفهمت بابي أنها ممكن تتحكم في هوغو وتصرفاته الهمجية، لكن مستحيل تتحكم في تصرفات صحابه أو تعرف حتى تتعامل معهم. واستوعبت أنه كلام ماماها كان صح، وأن الناس اللي مثل هوغو ما لازمش يكونوا مع الناس اللي مثلها. واتصلت بهوغو وانفصلت عليه، وقالت أنها مش حابة تشوفه مرة أخرى في حياتها. وتعصب هوغو وتشاجر مع واحد من صحابه وخرج فيه غضبه، وراح المنزل بابي وهو مجروح في وجهه بسبب الشجار. ولما شافته بابي ما قدرتش تخليه على هذه الحالة، وتعاملت معاه بلطف وهداته، ورجعوا لبعض مرة أخرى. ولكن شرطت عليه بابي يغير أسلوب حياته ويصبح إنسان متزن، وقالت له لو يبقى على هذا الحال راح تخرج من حياته للأبد. ومن هذاك الوقت بدأ هوغو يتغير للأحسن، وبعد على التصرفات الهمجية اللي كان يعملها. وفي يوم عيد ميلاد بابي راح عندها للمنزل باش يحتفل معها. في نفس الوقت تكون كاتينا راكبة وراح حبيبها فوق الدراجة في سباق غير قانوني. ولما بدأ هوغو يرقص مع بابي في الحفلة سمعوا خبر سيء، وهو أنه كاتينا وحبيبها عملوا حادثة في السباق. وتصدم هوغو لما عرف أنه صاحبه مات في الحادثة. ولما راحوا للمكان تصدمت بابي لما شافت الشي اللي حدث، وعرفت أنه حياة هوغو مليانة خطر وقتل. حتى لو حاول هوغو يصلح من نفسه وحياته راح يبقى الماضي تاعو يطارد فيه. وانفصلت بابي على هوغو، وجربت تكون مع شاب من مستواها وطريقة تفكيرها، وحاولت تنسى هوغو وتخلصت من كل حاجة تفكرها به. وقطعت علاقتها بالناس اللي كانت تعرفهم من قبل، واللي من بينهم كاتينا. ولكن هوغو ما قدرش ينساها، ولما قرر يروح عندها شافها راكبة في السيارة مع شخص آخر، وساءت حالة هوغو النفسية،
ودخل في اكتئاب، حتى جاء اليوم اللي قرر فيه يركز على مستقبله وشغله ويصبح إنسان أفضل لنفسه مش لبابي، وانتهى الفيلم بطريقة درامية. إذا عجبكم المحتوى نتمنى تدعموني بنشر القناة وحطوا لايك على الفيديو وأعطيوني رأيكم في التعليقات، وبهذه الطريقة نستمر في تقديم الجديد في قناة زيب أفلام. سلام.